برضا الله إذا برضا الوالدين أرضوا رضاء السادة المشاهدين. نحب نقول مساء الخير. أهلا وسهلا وشكرا كثير على الميكروفون. الاستقبال الحلو وهالسهرة الحلوة كثير. نحن في قناة 7 الفضائية التونسية نرحب بصديقة عزيزة جدا جدا، فنانة سورية وهي نجمة عربية. القناة الفضائية التونسية قناة 7 معتزة باستضافتها مباشرة هذا المساء، فتحية كبيرة للنجمة العربية الفنانة ميادة الحناوي. شكرا على هالحكاوي والتكريم اللي شفتهم، شكرا كثير كثير. فنانة ميادة، عندكم طريقة خاصة جدا 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 في سوريا، في بلاد الشام، لتحية الناس. يعني عندكم الزغرودة الشامية، شو العادة هذه؟ يعني هي من يعني الطقوس اللي عندنا في سوريا اسمها الزلغوطة. الزلغوطة، فهي بيستعملوها بالأفراح ككل، بيستعملوها بالأعراس. نعم. بيستعملوها أحيانا إذا واحد جاي من الحجاز، يعني بكل المناسبات الحلوة. يعني في المناسبات السعيدة. ووجودك في الفضائية التونسية وعلى فكرة بكل الدول العربية أكيد موجودة. نعم. في مصر اسمها الزغرودة. نعم. أكيد. وعندكم أكيد في تونس الزغرودة، ما هيك؟ فما شكون اللي زغرت في الاستوديو؟ صفاقسية ما تزغرتوش؟ ها؟ لا المفروض التوانسة. حاب نرحب ترحاب خاص بجمهور مجيد أبو ليلى صفاقس هذا المساء. من الزغرودة التونسية مباشرة للزغرودة الشامية السورية. طبعا معنا. وصل سلامي يا قمر، وعلى مد عينك والنظر، وقول له لحبايبنا بتونس، ومعكم بيحلى السهر. أول ما بنبدأ سهرتنا، تحية لتونس الخضراء، وزهرة من عندكم، ومن شامنا زهرة. تحية لسوريا وتحية لزهرة سوريا هذا المساء. شكرا أخي نجيب، شكرا. نعرف كأنك من المتتبعات لبرامج القناة الفضائية التونسية وأنت في دمشق على طول طبعا. والسهرية الفضائية. عندنا مسابقة في البرنامج، ونحاول من خلال المسابقة أنه اللي يربح ويكون خارج الحدود نستضيفه على حساب المؤسسة اللي تبنى هذا البرنامج، مؤسسة يوبلي، ونجيبه خصيصا لتونس. والمتفوق هذه المرة هو من ألمانيا، هو الأخ البوعزيزي، فليتفضل. مرحبا به. أهلا وسهلا. أهلا 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 وسهلا. شكرا شكرا. سعد بنتي، وين مقيم في ألمانيا؟ مقيم في مدينة شتوتغارت الألمانية. تابعت الحلقة الأخيرة؟ تابعت الحلقة الأخيرة شاركت معنا؟ شاركت عن طريق الفاكس. أيوة. وكان جوابك صحيح. هذاك عادي. روحت للعائلة لاباس منزل بورقيبة؟ الحمد لله. قبل ما نشوفوا الريبورتاج اللي صورته مع كمال الشاهد، النجمة العربية أمامك، ما هو ربما الكلام اللي لازم تقولوا على الميادة الحناوي؟ يعني نرحب بها في هذه الليلة وقولوا لها مرحبا في بلادك التونسية. شكرا. وإذا بينا كان تكرمنا بأحلى أغانيها في مناسبة هذه السهرة، وهي نقدمها إلى خطيبتي اللي هي الساعة الحاضرة في الاستماع إلى هذه السهرة. تبع فيك خطيبتي. نعم. بونسوار، مساء الخير يا خطيبته. ولا كيفاش تقولوا انتم بالألمانية؟ بالألمانية كيفاش تقولوا؟ قولوا هلو هلو شيتسلر. نعم. هلو هلو شيتسلر. شو هذه؟ شيتسلر معناتها. ايوه قلت باهي الكلمة 100%. 100%. على كل حال، كما استقبلناها نودعها حالا ونستقبلها بعد قليل لتمتعنا بوصلة طرب ممتعة جدا الفنانة ميادة الحناوي. تحية مرة أخرى لها.